وأوصي نفسي وإياكم بالإخلاص لله في كل قول وعمل، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والله أمر النبي بالإخلاص وأمر الأمة بالإخلاص، والنصوص في ذلك كثيرة، ولا قيمة لعمل يخلو من الإخلاص، صلاة أو صياما أو زكاة أو حجا أو نصيحة أو دعوة أو تدريس، إذا لم يقصد العبد بعمل من هذه الأعمال وجه الله فإن عاقبته الخسران والعياذ بالله. وأوصيكم بمكارم الأخلاق من الصدق والوفاء بالوعد ولين الجانب والتواضع لله رب العالمين ولعباده المؤمنين. والآيات في هذا كثيرة، ومنها قول الله تبارك وتعالى لأكرم خلقه: واخفض جناحك للمؤمنين. فأوصيكم بخفض الجناح واللين بعد الصدق طبعا والصفات الجميلة التي ألمحت إليها، بالتواضع بالحق والخضوع له والانقياد له، وترك الصفات المنافية لهذا الأمر، فإن عدم الانقياد للحق والخضوع له بلاء عظيم يؤدي إلى هلاك الأشخاص ويسري هذا الداء وتنعكس آثاره المدمرة على غيره. فليوطن كل واحد منا نفسه على احترام الحق وحبه والوقوف إلى جانبه والموالاة من أجله والمعاداة من أجله. والله يقول في هذا السبب: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وإننا مع الأسف نرى كثيرا من المسلمين يفتقدون هذه المنزلة العظيمة، فيتبعون أهواءهم ويتعصبون لآرائهم ولأشخاص من أهل الأهواء والباطل والعياذ بالله. وهذه أمور خطيرة أضرت بالإسلام وأضرت بشباب الأمة وفرقتهم. والواجب على المسلمين إنصاف الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ونصرته بالمال والنفس والمهج. فالحق عندنا أكبر بكثير وكثير من الأشخاص والجماعات والفرق والحكومات والأحزاب وغيرها. الحق أكبر وأجل، وما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق. فأوصي الشباب باحترام الحق والبحث عنه والوقوف إلى جانبه ولو كان ضد نفسه، ولو كان ضد أبيه وأمه وعشيرته. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم
أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا جزاء من يوالي لله ويخاصم فيه ولا تأخذه العواطف العمياء لأقاربه أو عشيرته أو آبائه أو إخوانه أو ما شابه ذلك. وهذا الأمر يتناول الكفار ويتناول أهل الأهواء والضلال، وقد نزلها كثير من الأئمة، فإن لأهل الأهواء نصيبا من هذا الولاء ومن هذا البراء. فافهموا هذه الأمور المنهجية العظيمة التي وضعها الله وشرعها سبحانه وتعالى لعباده سبحانه وتعالى، وليزن المؤمن نفسه بهذه الموازين وليقف بينه وبين الله في حال مناجاته: هل أنا أوالي فيك وأخاصم فيك وأدافع وأدب عن الحق الذي شرعته، أو أنا أتبع هواي؟ فإن كان يدرك من نفسه أنه متبع لهواه فليدرك أنه قد وقع في هوة خطيرة، فليتوب إلى الله تبارك وتعالى وليخلص لله الولاء، فلا يكون ولاؤه إلا لله ولا حبه إلا في الله سبحانه وتعالى. وتعلمون أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. وذاق طعم الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهما. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار، فيبغض الكفر والفسوق والعصيان ويكره أشد الكراهية أن يقع في شيء منها، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات: وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فليدعو المؤمن ربه بإخلاص وصدق أن يحبب إليه الإيمان ويزينه في قلبه، وأن يكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. وأوصيكم يا أخوان بترك التعصب للأشخاص والمناهج والأحزاب والولاءات الباطلة، وترك الولاءات الباطلة، فإن هذا والله مزق الأمة، والآن يمزق الشباب المنتمين إلى المنهج السلفي. التعصب لهذا أو ذاك، جعل مقياسك الحق الذي يقوم عليه الدليل والبرهان. فإذا عرفت الحق في أي جانب من الجوانب فعض عليه بالنواجذ وتشبث به، واعلم أنه أعظم عند الله من الأشخاص والجماعات، وأن الله يحب من يحب هذا الحق ويحب من ينصره، وينصره الله تبارك وتعالى ويؤيده. فكن من حزب الله لا من حزب ذاك فلان ولا فلان مهما بلغ من المنزلة. كن من حزب الله عز وجل الذين ألمحنا إليهم في الآيات التي تتلوناها من آخر سورة المجادلة. وأوصيكم يا أخوة بالصبر على بعضكم بعضا ولين الجانب وتواضع بعضكم لبعض، وما يؤتاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يجعل حبنا له ولأوليائه
من الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء وعلماء الحق والسنة، وأن يبغض إلينا الكفر والفسوق والعصيان والبدع والضلالات، وأن يحول بيننا وبينها سبحانه وتعالى، وأن يثبتنا وإياكم على السنة، وأن يجنبنا وإياكم مزالق الفتن ما ظهر منها وبطن. إن ربنا سميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.